فيلم ذا يونيون على نتفليكس هو من بطولة مارك والبورج وهالي بيري. المفروض ان هو من افلام الاكشن اللي مرصود لها حاجات كتير قوي متميزة. اولا كان وقت عرض جيد، ثانيا ميزانية انتاجية لا بأس بها او جيدة او متفوقة، ثالثا بصراحة ودي كانت المفاجأة بالنسبة لي ان الكاست بتاعه يعتبر جيد مقارنة بعدد كبير من الافلام اللي انت ممكن تتفرج عليها مؤخرا. ولكن طول ما انا بتفرج على الفيلم هي كلمة واحدة، جملة معينة كده مسيطرة عليها طول ما انا بتفرج، وهي يا بخت اللي معاه فلوس، او يا بخت اللي صاحبه معاه فلوس عنده استعداد ان هو يصرفها ويحطها تحت رجلك عشان تعمل اللي انت عايزه. وطبعا انت فاهم قصدي ان الفلوس ما بتعملش كل حاجه. السلام عليكم، يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم ذا يونيون من بطولة مارك والبورج وهالي بيري. مش عارف انا المفروض ابتدي بالفيلم ده ان انا اتكلم عن بعض الاراء الشخصية بالنسبة لي انا على الابطال اللي موجودين، ولكن خليني بس اقول لك قصة الفيلم باختصار شديد. ذا يونيون هي عبارة عن قطاع او مجموعة او وحدة عمليات غير معترف بها رسميا، تعمل تحت جناح السي اي اي ولكن بدون اي اعتراف، وهي مكونة من ناس عاديين من اصحاب خبرات عالية جدا في مجالاتهم. ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يكون مدرس، ممكن يكون عامل بناء، ممكن يكون عامل في محطه بنزين، بس عنده قدرات معينه بيقدروا ان هم يستغلوها بيحققوا بيها عمليات خاصه، او ان هم بينفذوا بيها اعمال تجسس او اعمال سواء داخل امريكا او خارج امريكا، وده بعيد عن غطاء السي اي اي، بحيث ان هم لو اتقفشوا او تم رصد عملياتهم لا يتم توجيه اللوم الى المؤسسات الامنيه الموجوده. ومن هنا بتيجي هالي بيري اللي هي البطلة بتاعتنا الموجودة، وهي عاملة خاصة، عاملة ميدانية في هذا القطاع، متفوقة جدا، جيدة جدا، ضمن فريق جيد جدا تحت إدارة المخضرم جي كي سيمسون. أنا بتكلم هنا بأسماء الممثلين مش بأسماء الشخصيات، يعني بصراحة ما اهتمتش أدور على أسماء الشخصيات. وفي أحد العمليات اللي في بداية الفيلم بتفشل العملية ويتم الانكشاف، ومعظم الفريق بتاعها بيموت وبيتقتل، ومن هنا بيلجأوا إلى محاولة التجديد أو الاستعانة بالناس اللي ممكن تساعدهم ان هم يدوروا على احياء العمليه دي ومن المسؤول عن فشلها، ومحاوله انقاذ معلومات معينه من السقوط في ايدي مخابرات معاديه هم هنا بيوصفوها بالاجهزه الايرانيه يعني. وهنا بقى بتدور احداث الفيلم، بيجيبوا الشخصيه اللي هم بيدوروا عليها وبعد كده بيحاولوا يخشوا في نوع من التدريب عشان يخش في النطاق وان هو يجاري نطاق العمل اللي موجود ده. بعد كده يحاولوا يكملوا العمليه عشان يستطيعوا انقاذ ما يمكن انقاذه. والشخصيه اللي بيدوروا عليها هنا هي مارك والبورج، اللي كان البوي فريند بتاع هالي بيري ايام ما كانت في الكليه، وهو في الوقت الحالي اللي هي بتعمل فيه كعميله ميدانيه في جهاز امني خطير، هو مجرد عامل بناء عالي جدا. فبتروح وبتقابله وبتستطيع انها تجتذبه ان هو يجي معاها، والراجل بيتقبل الامر لان كان بينهم علاقه عاطفيه وانقطعت من سنين، ولكن في بينهم شيء من الود. وهكذا بنشوف بقى الاحداث ازاي بتمشي. هينجحوا بقى في تنفيذ العمليه، هينجحوا في استعاده المعلومات، هينجحوا في اكتشاف الخلل اللي حصل، هينجحوا في انقاذ ما يمكن انقاذه. وده في اطار طبعا من الاكشن اللي مخلوط ببعض الكوميديا الظريفه والخلطه اللي احنا متعودين عليها في الافلام الامريكيه يعني. طيب طبعا انت ملاحظ من اول فيديو ان انا بتكلم بعدم اقتناع، لان طول ما انا بتفرج على الفيلم في حاجات انا ممكن اكلمك عنها كرأي شخصي يعني. بصراحه اولا الميكس اللي موجود ما بين هالي بيري اللي هي ممثله ممتازه جدا بصراحه، ومارك والبورج اللي هو ممثل جيد في معظم الادوار اللي بيعملها سواء ادوار الاكشن او حتى الادوار العاديه، ولكنه بصراحه مش من الممثلين المفضلين بالنسبه لي، وما بعتبروش ممثل فذ. افلام كتير جدا ناجحه ليه، ولكنه على الشاشه ما بحسش ان في فرق كبير ما بين الشخصيات اللي بيعملها في مختلف الافلام، ولكنه هو يتمتع بقبول عالي على الشاشه يعني زي ممثلين اخرين مثلا شانينج تيتوم، جون سينا. ولو ان جون سينا في الفتره الاخرانيه اتحسن بصوره كبيره جدا يعني. المهم ان الميكس اللي كان موجود ما بينهم على الشاشه كان ميكس غريب ومتنافر شويه يعني، وما ساعدنيش على الاندماج ان انا اتفرج على الاحداث اللي بتحصل يعني. ثانيا الكاست العالي اللي موجود، وهو كاست عالي فعلا. انت جايب جيكي سيمونز وجاكي ايرلي هالي في دور ثانوي يعني على فكره، وجايب مايك كولتر، وجايب ادوالي اكينولي اجابي، ممثلين ليهم طله مميزه جدا على الشاشه واتعملوا في ادوار جيده، وبالتالي انت عامل كاستنج بصراحه ممتاز. الكاستنج بتاع الفيلم مثير جدا، ولكن الميكس اللي انت بتشوفه على الشاشه بيظل فيه حاله من عدم الاقتناع. مش عايز اقول بقى ان هي دي مشكله المخرج او الطريقه اللي تم بيها ظهور العمل على الشاشه، ولكن القصه نفسها فيها مشكله كبيره يعني. انا عارف انك لما تيجي تعمل لي عمل اكشن قايم على ان المفروض اللي بيعملوه اشخاص غير محترفين، اشخاص عاديين، وبالتالي انت بتحط لازم صبغه كده او بعض التوابل من الكوميديا عشان تغطي على العجز اللي يظهر قدامك على الشاشه. ولكن حتى الكوميديا اللي موجوده هنا هي كوميديا خفيفه، او مش كوميديا، هي كوميديا من تناقض الاحداث، مش كوميديا حتى بعناصر كوميديا بممثلين كوميديين. ومارك والبورج ما عندوش الملكه دي، ما عندوش فكره ان هو يخلق لك كوميديا موقف حتى لو هو ماهر في تأدية مشاهد الاكشن. دي نقطه انا بعتبرها نقطه ضعف اساسيه في الفيلم، لان حتى الشخصيه اللي انت جايبها المفروض ان شخصيه عامل بناء عادي،
تمام، وهيقوم باعمال محترفين، وبالتالي قاموا بعمليه اعداد وفتره معينه كده. المفروض ان هي في الفيلم تقريبا كانت خلال اسبوع لازم يوصل لمستوى جيد جدا عشان يقدروا يقوموا بالعمليه. فانت بتيجي تشوف ان هو طبعا طبيعي متوقع مع رتم القصه ان اول خطوه هيعملها هتفشل، وبعد كده هيرجع بقى ايه، يعمل الكامباك بتاع البطل اللي بينقذ الدنيا كلها. ولكن حتى على الشاشه انا مش شايفه بصوره جيده اطلاقا يعني. وده بيخلق نقطه اساسيه وانت تتفرج على الفيلم، هو انتوا جايبينه ليه؟ يعني ما هواش عنده ملكات او قدرات معينه كانت موجوده زمان فبتؤهله فعلا ان هو لا ده عنده حاجه مميزه جدا انا محتاجه عشان يعمل لي العمليات بتاعتي دي. النقطه الثانيه ان هو حتى بعد ما خد التريننج بتاعه هو اقل من كل الشخصيات اللي موجوده. كذلك حتى في نهايه الفيلم انا بعتبر ان هو ما حسمش الاحداث يعني. فانا طول الفيلم عمال اتفرج هو ايه لازمه القصه دي، ايه لازمه اللفه دي؟ يعني هل المفروض انها كانت تتكتب بصوره افضل؟ هل المفروض ان انا على الاقل اجيب له ميزه؟ يعني ايه اللي يخليها تفكر انها تروح تجيب البوي فريند بتاعها اللي كانت عارفاه من 15 20 سنه عشان يجي، وهو شخص عنده قبول اجتماعي وظريف جدا، بس مفيش حاجه مميزه عشان اجيبه يعمل عمليه خاصه زي كده. دي حاجه غير يعني مش عارف، انا ما بلعتهاش خالص وانا بتفرج. نقطه تانية وانا بتفرج في بلوت تويست المفروض ان هو هيظهر معاك في الثلث الاخير من احداث الفيلم، انا لقطته من اول مشهد. من اول مشهد في الفيلم انا لقطته لدرجه يعني المشهد لما حصل قدامي قلت ده اللي هيحصل كذا كذا وهيعمل كده في الاخر. وفعلا بيطلع ان هو الشخصيه اللي بتعمل لك تضارب في الاحداث لدرجه ان انت بتتفرج في الاخر على مشهد القضاء عليه انا قاعد اعمل كده. يعني عارف اللي هو يعني كم الفلوس اللي بتتحط في انتاجات زي كده انت بتستغرب نتفليكس بتعملها ازاي او كده. ولكن بالتاكيد في نسب مشاهده عاليه عشان انت تتفرج على الاثنين دول، هالي بيري او مارك والبورج. بالتاكيد في امريكا او في مستوى العالم دي حاجه جاذبه بدليل ان انا رحت اتفرجت على الفيلم يعني. ولكن اللي بشوفه على الشاشه لا يرقى لمستوى فيلم اكشن جيد. ده بينقلني لنقطة مهمة جدا 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 يعني، ويعني كان حظي بس وقعني في خبر كده من كام يوم يعني، فجاوب لي على جزء من السؤال اللي دايما بيضرب في دماغي. هي نتفليكس ما بتكملش ليه على الاعمال اللي حققت نجاح عالي؟ هي عملت كده في بعض الاعمال زي اكستراكشن، وعملت منه جزء تاني اكستراكشن 2 كان ناجح جدا، واكتشفت ان في اكستراكشن 3 هينزل في خلال السنه الجايه. وده اعتبر ان هو خبر جيد واستغلال ممتاز لنجاح السلسله لانه فيلم اكشن جيد. بس في حاجات تانية زي السكس اندر جراوند بتاع رايان رينولدز ده كان جيد جدا فعلا، ومن اخراج مايكل باي، ده ما تعملوش حاجه في حين ان هو كان ممكن تعمل منه حاجات كتيره. مارك والبورج نفسه ليه على نتفليكس فيلم جيد جدا اسمه سبنسر كونفيدنشال، وده لما انا اتفرجت عليه كان حلو فعلا فعلا يعني. وده بقى ممكن تعمل منه فيلم تاني وتالت ورابع لان الفيلم فعلا معمول ومتنفذ سواء كتابه او اخراجا كان جيد جدا جدا وانت تتفرج عليه. ده ما تعمليش منه حاجه تانية. طب ليه الحاجات دي ما تكملش عليها وتسيب يعني هقول لك توفر فلوسك عندك ما وفرتها يعني، ولكن ليه بتصرف على انتاجاتها؟ بعتبر ان هي مش بنفس، مش هقول قيمه ولكن حتى جوده العمل. الفيلم اكشن لازم ابقى قاعد بتفرج عليه وانا قاعد مركز ومبسوط ومتابع ومندهش، بتابع الحاجات دي. لكن اللي انا بشوفه على الشاشه ده مش حاجه يعني جيده على الاطلاق. وعلى فكره برضو فيلم ذا اولد جارد اللي كان من اول الافلام اللي انا اتكلمت عنها في القناه هنا وكان من انتاج نتفليكس، وتوقعت ان هم هيعملوا سلسله. وحتى عنونت الفيديو اللي هو هل ستقوم نتفليكس بعمل سلسله جديده، اكتشفت اخيرا بعد حوالي كام سنه يعني او 4 سنين ان هم هيبتدوا ينزلوا الجزء الثاني يمكن السنه الجايه. يعني في حاجات كده ما بقاش فاهمها قوي وانا بتفرج، ولكن دايما والله اللي بيجي في دماغي يعني فعلا انا بتفرج على حاجات كتيره من انتاجات نتفليكس اللي هو يا بخت اللي يعرف حد معاه فلوس فيرضى ينتج له اي حاجه عشان يقدمها على الشاشه. وده رايي باختصار شديد. يمكن ده كان الفيلم اللي كنت اتكلمت عنه لما كنت بتكلم عن فيلم ريبل ريدج اللي انا شفته من فتره، واتكلمت ازاي ان نتفليكس ممكن تعمل فيلمين، فيلم بميزانيه يعني او متوسطه او ضعيفه بس في رؤيه اخراجيه انها تطلع لك فيلم مثير فعلا انت تتفرج عليه اخر دقيقه، وفيلم انا عمال بتفرج عليه بتحايل على نفسي عشان اكمله رغم الاسامي التقيله اللي موجوده في الفيلم ده. عامه ايا كان اتمنى لكم مشاهده ممتعه ورايكم انتم في الاخر المهم. تحياتي واشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. سلام.